عن سماحة الإسلام يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحيته ومرضاته على الدوام سعادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، معالي الوزير محمد إبراهيم، الحضور الكريم، رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم، ونقلكم من دائرة غضبه إلى دائرة رضاه، وأيدكم وأنزل السكينة على قلوبكم، وثبت أقدامكم، وسدد رميكم، وهيأ لكم الدنيا والآخرة. اشكروا الله سبحانه وتعالى أن أقامكم فيما أقامكم فيه، وادعوه أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى. لقد منحكم منحة في محنة، اثبتوا، صابروا، اصبروا، فالله سبحانه وتعالى مؤيدكم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، والحمد لله رب العالمين. تمر مصر في هذه الأيام بما أنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما قرأنا كلامه ازددنا تعجبا من شأنه، فهو المؤيد من ربه، وما كان ليعلم الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبره وعلمه. كلما قرأنا ما كان يقول وما كان يحذر، كلما ازددنا إيمانا وازددنا تعجبا وازددنا حبا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من قبيل ظاهر الشريعة، والحمد لله معنا الأدلة الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل من الكتاب ومن السنة ومن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن سلوكه ومن مواقفه. فاعلموا أنكم على الحق، ولا يغبشن عليكم أحد رؤيتكم، ولا يغبشن عليكم أحد طريقكم، فأنتم تسيرون في طريق الله، والله مقصود الكل. أيها الأبطال الفرسان، هذا من جانب ظاهر الشريعة. أما من جانب البشرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أن الله سبحانه وتعالى ختم به النبوة، فكان رسول الله وخاتم النبيين، ثقل ذلك على الصحابة وقالوا: كيف نعرف خبر السماء يا رسول الله؟ وكيف نعرف ما يغضب الله مما يرضيه؟ فقال: وتبقى البشرى، الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ولقد تواترت الرؤى بتأييدكم
من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبل أولياء الله، ومن قبل أهل البيت الذين فروا إلى مصر يحتمون بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أسلم الناس من الفتنة الجند الغربي. والجند الغربي تعبير عن أهل مصر وعن جند مصر من الشرطة ومن الجيش. عمرو بن الحمقي الخزاعي جاء إلى مصر. تبيع بن عامر الكلاعي جاء إلى مصر من أجل أنهم عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالجند الغربي. نعم، أنتم الجند الغربي، لأننا في خط الغرب من المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن فتنة تأتي من المشرق، لا وقت لنا الآن في الخوض فيها ولا في تفاصيلها، وإن كانت لها علاقة بما نحن فيه الآن، علاقة واضحة، ولكن أوصى بالجند الغربي. ولذلك كان عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن عمرو هذا؟ عمرو هذا مرة كان قد أتى في سفينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم أهل السفينة قائدها من أهل الجنة. فخرج عمرو بن الحمقي الخزاعي، فهو ممن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجند الغربي أسلم الناس أو خير الناس في الفتنة. إذن هناك فتنة، ولكن هناك خيرية. هناك ما رأيناه في يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وهؤلاء الأفسال يقولون: سنريكم، كما كان الخوارج يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقولون من كلام خير البرية: لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان أولى بالله منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. لماذا؟ لأنهم يرفعون شعار الدين فيلبسون على العالمين، ويظن الناس أن هذا على الحق لأنه يقول قال الله وقال رسوله، فإذ به على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فتنة عامة وكأنها فترة الاستعمار، ثم عن فتنة البسط وكأن هناك يسر يحدث بعدها، ثم عن فتنة الدهيماء أو الدهماء وكأننا لم ندخل فيها بعد ولكننا على مشارفها، ثم فتنة الدجال. قبل فتنة الدهماء فتنة الأحلاس، وبعدها الدهماء التي تعم البلاد، وبعدها فتنة الدجال. ما الدجال؟ إن معه جنة، انظر إلى التلبيس، وهي نار، ومعه نار وهي جنة. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أولئك الذين يكثر معهم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج الكذب والقتل، وهذا الذي نشاهده بأعيننا، يكذبون ويقتلون، لا يعرفون سوى ذلك، وهذا ليس جديدا عليهم. سمعتهم بأذني منذ أكثر من 40 سنة مرارا وتكرارا يقولون: سنستولي على الحكم، وبمجرد استيلائنا على الحكم سنقضي على الديمقراطية. مرارا وتكرارا، وفي أماكن شتى من العالم. ما هذا؟ قالوا: هذا تكتيك، هذا كذب، أنت تخادع، وما كان النبي مخادعا. ولذلك يقول ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اعطني علامة واضحة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واضحة العلامة، الفساد في الأرض والقتل. من الذي استحل القتل؟ وهناك فرق كبير بين القتل والقتال. القتال شغل الفرسان، أما القتل فشغل الأوباش. هناك فرق بين القتل والقتال. فأنتم فرسان البلاد والعباد، أنتم أهل القتال وهم أهل القتل. قتال 4 حروف، قتل 3، فالرتبة العليا لكم عند الله وعند الناس وعند التاريخ. اثبتوا. قد يتلجلج في صدر بعضنا: ما هذه الدماء؟ لسنا السبب فيها، بل إن الدفع بالقتل أنقى للقتل، القتل أنفى للقتل. أقتل 100 حتى لا أقتل 1000. فالنبي في حديث أبي موسى يقول: يكثر الهرج. فقالوا: وما الهرج؟ قال: القتل والكذب. قالوا: يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن؟ عدد من قتل في جميع معارك المسلمين من المسلمين ومن غير المسلمين 1006 في 23 سنة. في 10 في المدينة 1006، يعني أقل من حوادث المرور في باريس في سنة. قالوا: أكثر مما نحن فيه الآن؟ قال: أنتم تقتلون المشركين، 1006 منهم 700 من المشركين و300 من المسلمين. قالوا: يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن؟ قال: أنتم تقاتلون وتقتلون المشركين، ولكن حينئذ يقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل جاره، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من سبب هذه الفتنة؟ كلاب النار الذين قال فيهم سيدنا عبد الله بن عمر: يذهبون إلى آيات أنزلها الله في المشركين فيجعلوها في المسلمين. هؤلاء هم الخوارج، وكانوا 6000 على أيام علي بن أبي طالب. وقال النبي: الحق مع علي أينما كان. وقال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، فقتله الخوارج.
هؤلاء الخوارج كانوا 6000، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عباس فناقشهم، فعاد ب2000 منهم، وبقي 4000 على ضلالهم وعلى شأنهم وعلى سوء اعتقادهم وعلى فسادهم في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه في نفس الحديث: أمعهم عقولهم يومئذ يا رسول الله؟ قال: يومئذ يسلب الله عقولهم، يظن أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. رسول الله يؤيدكم في الظاهر وفي الباطن. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى كل ذي لسان عليم. هذا الشخص الذي يخرج أمس ويقول إن جيش اليهود خير من الجيش المصري هو كافر، كافر بنعمة الله، بل إنه كافر بمراد الله، بل إنه، لا أريد أن أقول لا يلتفت إليه، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش. إنهم لا يستحقون مصريتنا، إننا نصاب بالعار منهم. وكما ندافع عن أرضنا وعن شعبنا وعن عقيدتنا وديننا وعن تاريخنا وحضارتنا، يجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الذئب لم يأكل يوسف، ولذلك لا نعرف هؤلاء ولا نستمع إليهم، فقد أعمى الله قلوبهم. في مرة من المرات هجمت حماس على مسجد كان يحتله قوم اسمهم أهل النصرة من أولئك الخوارج، خوارج يضربون خوارج، فأفتى حينها أنهم على الحق. ولما أن اعتدى المعتدون على مسجد الله سبحانه وتعالى في رابع العدوية، وبالأمس في الفتح، أفتى بأنهم قد أحرقوا المسجد كاذبا وبهتانا، ونقول له: يا كذاب، إلزم مكانك، فقد فضحك الله سبحانه وتعالى في العالمين. ولكن يتأثر به كثير من الأغرار، إنما هذا التأثر سيزول، فإن الحق أحق أن يتبع، فالحق أبلج. ولذلك لا تلتفتوا إلى هذه الترهات ولا إلى هذا النباح، وكن مع الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى ينور قلوبكم ويغفر ذنوبكم ويعطيكم أجرا عظيما. واللهم يا ربنا اجعل هذه العصابة والجماعة الدنيا في أيديها وليست في قلوبها. لا تفرحون بالموجود ولا تحزنون على المفقود، وتوكلوا على الله، ولا يموت أحدنا إلا بأجله. نترحم على الشهداء، لكننا أرواحنا على أكفنا لأجل الله أولا وقبل كل شيء، ثم لأجل هؤلاء الغلابة، هذا الشعب المسكين الكادح، ثم لأجل هذا الوطن الذي أظلتنا سماؤه وحملتنا أرضه وأعطانا أكثر مما نعطيه، حتى لو أعطيناه أرواحنا. الشهيد يعيش مجيدا ويموت حميدا. نعم، الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وموعدك الذي تستشهد فيه هو موعدك الذي ستموت في السرير فيه، ولكنك هناك مت ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت.
وأصبحت شفيعا ل70 من أهل بيتك، وسبقت الناس إلى الجنة، فاللهم ألحقنا بالشهداء على الشهادة يا أرحم الراحمين. تقرر عند علماء المسلمين ما جهله الخوارج. تقرر عندنا أن الأمن قبل الإيمان. هذا الكلام قلناه وسعينا به في الأرض ونبهنا إليه عندما حدثت الفتنة في الجزائر، وكان الخوارج يتعجبون أشد العجب: هل هناك شيء قبل الإيمان؟ ونقول لهم: نعم، كل الأدلة من الكتاب والسنة تؤكد أن الأمن قبل الإيمان، لأنه لو اختل الأمن فلا إيمان، ويضيع الإيمان بضياع الأمن. جاء خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا سيدنا النبي، استعرض بنا الوادي، انزل كده ونحن نخليها لك دم. كانوا 200 ساعتها في مكة يعملوا قلبة، يعملوا حاجة. 200 واحد في مكة كانت 2000 ولا بتاع. فتمعر وجهه غضبا، وشه احمر من الغضب، وقال: ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة، يعني المسافرة، من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وإن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر ما بين جلده وعظمه، لا يرده ذلك عن دين الله شيئا. غضب النبي أن يحدث هذا الالتباس، وأمر بالأمن قبل الإيمان، لأن هذا الالتباس الحادث سيؤدي إلى القتل لا القتال. فلما ذهب إلى المدينة وجاءت الأموال وتكونت الدولة، لم يعتدي على أحد، بل هم جاءوه في بدر، ثم في أحد، ثم في الخندق، ثم في المريسيع، ثم هم الذين أتوا، وكان في حالة الدفاع دائما إلى أن قرر الحرب الاستباقية منعا للدماء. نعم، نحن نعرف حرمة الدماء، ولكن ما أحوالنا وقد تكأكأ علينا النتنة، ناس نتنة ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. يقولون الشرعية. أي شرعية؟ ألا يتشدقون بالإسلام؟ فقهاء الإسلام يتكلمون عن الإمام المحجور. واحد إمام بايعناه فاختلت البلاد والعباد، فأصحابه، هكذا يكتبون في الفقه، فأصحابه اعتقلوه وحجروا عليه، قالوا له اقعد هنا وقفلوا عليه. ذهبت شرعيته، لم يعد له شرعية، لأن الإمام هو المتكلم والمتصرف، ولم يعد متصرفا، خلاص ذهبت الشرعية. أي شرعية هذا يضحكون بها على أنفسهم وعلى الناس؟ الإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته، فعلى ما يجاهدون ويدافعون؟ إنه الفساد. الإمام المحجور، احفظوا هذه الكلمة، الإمام هذا محجور عليه، يعني محجور يعني محجور عليه، يعني معتقل. والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبقى له شبهة شرعية، يعني بالثلث، وانتهى الأمر. أي شرعية هذه؟ تخرج لتقتل الناس وتسيل الدماء، والنبي ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أشد حرمتك على الله، ولا دم امرئ مسلم
أو في رواية مؤمن أشد عند الله حرمة منك. وقال لئن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من قتل مؤمن. وقال المؤمن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب. فماذا نفعل نحن نقاتل ولا نقتل. هو الذي عرض نفسه لذلك. ولذلك هؤلاء البغاة الخوارج إذا أطلق من طرفهم منهم أو ممن كثر سوادهم ولم يكن منهم أو كان من جهتهم طلقة رصاص واحدة اضرب في المليان. إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج. ما الذي أخرجه وما الذي جعله يفعل هذا البلاء؟ فنص الفقهاء على أننا نضربه، إلا أنه وهذا نتبعه والحمد لله لا نزفف على جريحهم. ضربناه في رجله سقط من طوله، خلاص ناخده نوديه المستشفى وبعدين نبقى نعتقله. ولا يجهز عليه، يجهز عليه يعني يزفف، يعني وانا بعيد كده اضربه ولا اروح له عشان اذبحه. انظروا الى الفروسيه. وانتم تعرفون قانون اسرى الحرب، نفعل حتى في الاسرى هكذا، ولكن هكذا الحال. لا تخف بدعوى الدين، فالدين معك والله معك ورسوله معك والمؤمنون معك والشعب بعد ذلك ظهير لك والملائكة تؤيدكم من السماء. اثبتوا ولا يترددن أحد منكم أبدا عن أن يفعل هذا لوجه الله. قم إلى الله يوم القيامة وقل يا رب أنا درأت عن الناس شر ذي الشر وفساد ذي الفساد. سيدنا أبي موسى الأشعري في الحديث سماكم الجند الضعيف، في حديث تبيع ابن عامر، فقال من أين أنت؟ قال من أهل مصر. قال من الجند الغربي؟ قال نعم. قال من الجند الضعيف. فتعجب وقال أهو ضعيف؟ ده هو خير أجناد الأرض، يبقى ضعيف إزاي؟ قال العلماء أي أنه يؤمن أن الحول والقوة لله وبالله، أي أنه متوكل على الله، لا يرى في قوته وإن زادت وفي تمكنه وإن كان، إلا أنه يرى أن الله هو الفاعل في هذا الكون، وأنه ولو كان قليل العدد والعدة إلا أن الله ناصره. فقال له أبو موسى لا يريده أحد بكيد إلا أخذه الله. أدي معنى الضعف اهو، يعني لا أعتمد على حولي وقوتي، إنما أعتمد على الله. قلوبكم لتكن معلقة بالله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية وكأنني أقرأها أول مرة عندما رأيت صور مسجد الفتح بالأمس. الزبالة والنجاسة والرعب الذي كانوا فيه، وكأن الله أنزلها في أولئك. إنهم يريدون بإظهار الدين شيئا آخر يأباه الله سبحانه وتعالى ورسوله. إنهم يذكروني بآية
التوبة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وهو يتكلم عن مسجد الضرار: فيقول: الذين بنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كل هذا مسجد، لكن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تصميم وعناد. مسجد حرقه رسول الله. لماذا؟ لأنه لا يريد هذه اللواعة ولا هذا المكر ولا هذا الإثم في الظاهر والفساد في الباطن، ولذلك سمى الخوارج بكلاب النار مع صلاتهم وصيامهم وقرآنهم وكذا وكذا، بل وظاهر تقواهم. كان الخارجي يسير للذهاب إلى قتل علي وهو يأكل تمرة، فقال له أخوه: أتعرف من أين هذه؟ قال: لا. فتقيأ، قال يعني تقي قوي الواد، مش راضي يدخل يا عيني تمرة، ما هوش عارف هي منين، بالرغم أنها ليست لقطة وأنه يجوز أكلها أصلا. يذهبون لقتل ابن عم رسول الله، وأحدهم ضرب بعوضة على يده فحدث دمها، دم اللي بيبقى في البعوض، فسأل: هذا نجس؟ هل ذهب الوضوء؟ هل أتوضأ مرة ثانية؟ وهم يستحلون دم سيدنا علي الذي قال فيه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحق مع علي أينما كان، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وسد كل الأبواب الخارجة على المسجد إلا باب علي، لأنه باب بنته فاطمة، وهو أبو أهل البيت كلهم الحسن والحسين. تخيل، راح يسأل عن بعوضة وهو راح يستحل ده. هذا تفكير، ما هو موجود، حتى لا تتعجبوا كيف هذا وهم يدعون الدين، ومن نتعاطف معهم يريد الله ورسوله. كذبوا، لو وفقهم الله لنور بصائرهم، ولكن الله لما عم على بصائرهم هكذا عرفنا أنهم من المخذولين. شكرا لكم. هذه هي سماحة الإسلام، هذه هي قوة الإسلام، هذه هي حلاوة الإسلام. شكرا لكم لهذا اللقاء، شكرا لكم على ما تقومون به من دفاع عن الحوزة، شكرا لكم على أن ثبتكم الله وجعلكم أبطال الدنيا وجعلكم فرسان الآخرة. شكرا لكم على هذا اللقاء الذي تحفه الملائكة. ثقوا بالله واجعلوه أمامكم على ما كان من عمل. كلنا مختلفون، بعضنا ضعيف وبعضنا قوي، على ما كان من عمل. الإيمان بالله، ثم الله غفور رحيم، على ما كان من عمل. اثبتوا وانقلوا هذا الشعور إلى أهليكم وجيرانكم وأفرادكم وجنودكم، انقلوه وأشيعوه. نحن على الحق، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أأسف على الإطالة، وندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا وألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا وسدد رمينا
وثبت أقدامنا وأنزل السكينة عليها، واحشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. كلنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم يا ربنا إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب من أحبك، فاللهم اكفنا شر كل ذي شر، واصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصرنا على من عادانا. اللهم يا رب العالمين عليك بهم، اللهم 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 عليك بهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.